السلام عليكم إخوان والأخوات، كلشي بخير لاباس عليكم؟ الحمد لله. سنة 1777 كان إمبراطور المغرب أول من يعترف باستقلال أمريكا. سنة 1788 وقعت أمريكا أول اتفاقية خارجية في التاريخ ديالها، كانت مع إمبراطور المغرب للتجارة الحرة وللصداقة. سنة 1800 كانت إمبراطورية المغرب يقام لها ويقعد، وجميع ملوك أوروبا يتمنون فقط أن يتم استقبال سفرائهم. بعد أقل من 20 سنة، سنة 1820، بعدما كنا نجلس على طاولة الإمبراطوريات ونتقاسم معهم كعكة العالم، أصبحنا نحن الكعكة وإمبراطورية العالم تتقاسم أراضينا. أشنو وقع في هذه 20 سنة جعلتنا نتحول من قوة عظمى يخشاها الجميع إلى دويلة صغيرة لا قيمة لها، ويتسابقون من سيستعمرها. هذه 20 سنة من أهم الفترات في تاريخ المغرب. وشكون هو هذا مولاي سليمان، الملك المسكوت عنه في تاريخ المغرب؟ علاش ما كيهضر عليه حتى واحد؟ اليوم إن شاء الله غنجاوبوا على السؤال الذي يطرحه الجميع: من ومتى وكيف ولماذا دخلنا عصر الانحطاط وبقينا فيه من سنة 1800 طيلة 150 سنة؟ قبل ما ندخل في الموضوع، تنبيه هام جدا. اليوم سنتكلم كثيرا عن الدين. لست رجل دين، ولا عندي الكفاءة ولا التكوين ولا الأهلية للكلام في الدين. ما سنقوم به اليوم هو محاكمة تاريخية وقراءة تاريخية لبعض الأشخاص الذين تسببوا في انهيار إمبراطورية المغرب بسبب قراءة خاطئة للدين. نحن سنتكلم عن أشخاص وليس عن الدين. سنتكلم في التاريخ، وفي التاريخ فقط. الذي أمضى الاتفاقيات واعترف بأمريكا كان داير الهبة للمغرب هو سيدي محمد بن عبد الله. كانت عندنا اتفاقيات مع فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا والسويد والدنمارك. كنا دولة قوية جدا. سنة 1790 توفي سيدي محمد بن عبد الله. كانت واحد السنة ونصف ديال الخلافات حول من سيخلفوه. انتهى الأمر بمبايعة مولاي سليمان. أهم حاجة في الموضوع اليوم هي شخصية مولاي سليمان. مولاي سليمان كان عنده تكوين ديال عالم دين. ما كنتكلموش على إنسان حافظ شوية ديال القرآن أو شوية ديال الحديث. نحن نتكلم عن شخص قضى عمره كامل في القرويين، شخص متضلع جدا في المذهب المالكي، اللي قدام عينيك مجموعة من الكتب كتبها مولاي سليمان. كان يناقش العلماء ويفتي ويستفتى كجميع العلماء ديال القرويين. باش نلخصوا، خدينا عالم دين من وسط القرويين وحطيناه ملك للمغرب. المشكل ليس أنه كان رجل دين أو أنه عالم دين، المشكلة هي القراءات اللي كان داير للنصوص الدينية والأفكار اللي كانت في دماغه. باش نلخصوا، الكتب ديالو راه موجودة حاليا في الخزانة الملكية. إلى قريتها هي أشبه بمنشور من مناشير داعش ولا تنظيم القاعدة حاليا. ملخصها: نحن نعيش في زمن فتنة، والمغرب أرض الإسلام، لذلك خصنا نسدوا المغرب ونبتعد ما استطعنا عن الكفار ونعيشوا غير بيناتنا على نهج بين قوسين السلف الصالح. فأول ما خذ الحكم بدا كيطبق الأفكار ديالو. أول حاجة وقف التجارة الخارجية. لا نبيع للكفار ولا نشتري منهم. نحن بداية القرن 19 كلكم قريتوا الثورة الصناعية، أوروبا كلها مصانع. انتهى العصر ديال نستعملوا الحيوانات في الخدمة، وانتهى العصر ديال نستعملوا العبيد، وجاء العصر ديال الآلات. أوروبا كلها وزينات وكلها إنتاج. في المغرب تم تحريم إدخال الآلات من الخارج. ما نصنعوا حنايا والو. المغرب دولة فلاحية، ما نصدر هي المنتوجات الفلاحية ديالنا والزرع والجلد والحيوانات إلى آخره. لن نبيع الكفار شيئا مما ننتج. وقفت حركة التجار ووقفت الحركة عن الفلاحين اللي ما لقاوش ياخذوا المنتوج ديالهم. مشكلة مولاي سليمان أنه كان الشخص الخطأ في المكان الخطأ في الزمان الخطأ. سنة 1789 كان ما يسمونه الثورة الفرنسية، واللي هي بالمناسبة أكبر كذبة في التاريخ، لأن البعض كيظن أن بعد الثورة الفرنسية قامت الجمهورية الفرنسية. من 1789 إلى 1799 طيلة 10 سنوات كانت حرب أهلية طاحنة في فرنسا. كانوا حاطين لي جيوتين، هذيك المقصلة اللي كتقطع الريوس، كانوا حاطين عدد منها وسط شوارع باريس، والنهار كله ما تيقطعوا ريوس بعضياتهم طيلة 10 سنوات. ولم تنتهي القصة بقيام الجمهورية،
وإنما بعودة الملكية. والملك اللي رجع كلكم كتعرفوه هو نابليون بونابرت. مجرد ما تسلم نابليون بونابرت الحكم سنة 1799 قام بمهاجمة جميع جيرانه. هاجم إسبانيا، وهاجم بريطانيا، وهاجم ألمانيا، وهاجم النمسا، وهاجم روسيا، ومن بقى ليه شوية ديال الوقت هاجم مصر. أقام حرب عالمية في أوروبا استمرت 15 سنة. تفاديا للمشاكل قرر مولاي سليمان نهج سياسة الحياد، ولكن حياد سلبي. حنا ما عندنا مشكلة معاكم، دبروا راسكم. بينما الحرب في كل أوروبا سنة 1802 وقع مشكل ما بين البحرية الأمريكية والقراصنة في ليبيا. مشكل حول شحال غادي يخلصوا الأمريكيين باش يدوزوا، لزتوا علينا في الثمن، ما تفاهموش. قامت البحرية الأمريكية بإطلاق النار من البحر بالمدفعية على مدينة طرابلس. مشكل لا علاقة للمغرب فيه لا من قريب ولا من بعيد، بين الأمريكيين والقراصنة العثمانيين في ليبيا. واحد الصباح فاق مولاي سليمان، وبناء على فتوى من بين قوسين علماء القرويين أعلن الحرب على أمريكا. ربما أول مرة غتسمع أننا أعلنا الحرب على أمريكا. الأمريكيين كلهم تيقراوها في التاريخ ديالهم، تيقراوها بهذا الاسم هذا، The First Barbarian War، الحرب البربرية الأولى. كاع وليدات أمريكان تيقراوها. المقصود بالبربرية لا علاقة لها مع الأمازيغ، المقصود بلاد البربر، يعني بلاد الناس المتوحشين، لي باربار، والمقصود بها الجزائر وتونس وليبيا، الأراضي التابعة للعثمانيين. البواخر الأمريكية جاية من أمريكا في اتجاه البحر الأبيض المتوسط، وصلوا لمضيق جبل طارق، أطلقت البحرية المغربية النار على السفن الأمريكية بدون سابق إنذار. الأمريكيين ما فهموش في الأول، ظنوا أن المغاربة غلطوا فيهم، لأن ما يمكنش نطلقوا عليهم النار. أولا لأن ما كاين حتى سبب، وثانيا لأن عندنا معهم معاهدة، وهذيك البواخر تحمل نسخة من هذيك المعاهدة. فكانت ستكون أول حرب في تاريخ أمريكا مع المغرب. الذي تدخل لإطفاء هذا المشكل هذا هو ملك بريطانيا، أرسل السفراء ديالو إلى المغرب وإلى واشنطن، وبتدخل منه تم إطفاء هذا المشكل هذا دون سابق إنذار ودون سبب. وبناء على فتوى ممن يسمون أنفسهم علماء دين أعلن الحرب على أمريكا. سنة 1808 نابليون بونابرت يهاجم إسبانيا. بما أن كل أوروبا في وقت حرب، حتى واحد ما كيبيع الاخر شي حاجه، اللي عنده شي حاجه يلاه قاده. اسبانيا مضطره ارسلت رساله الى مولاي سليمان. باش نشوفوا هذا الموضوع هذا انا غادي ناخذ مصدر لا يقبل الجدال، موقع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه المغربيه. المولى سليمان وفتوى فقهيه تكشف عن جوانب من سياسته الخارجيه. اسبانيا ارسلت رساله الى مولاي سليمان تعرض: يا مولاي سليمان، خذ سبته وخذ مليلية وخذ الجزر الجعفرية دون قتال، خذهم مقابل أنك تبيع لنا الزرع والخيل وما نحتاج، وغنعطوك فلوس من الفوق. وكرر: يا مولاي سليمان، خذهم سبتة ومليلية، خذهم، وغنزيدوك مازال فلوس اخرين بالثمن اللي بغيتي انت. بيع لنا الخيل وبيع لنا الزرع والمواد الفلاحيه اللي احنا محتاجينها في وقت الحرب، لاننا في حرب ضد نابليون. مولاي سليمان من وصلته الرساله ارسلها الى علماء القرويين. علاش صيفط عليهم الله اعلم. المهم ارسلها يستفتيهم بالنص. في عهد المولى سليمان نجد فتوى هامه تتعلق بموضوع تحرير الثغور اللي هي سبته ومليلي، ومن خلال الفتوى ندرك انه كانت هناك مراسلات بين مولاي سليمان وملك اسبانيا بشان تحريرها. في النوازل الكبرى الصراحه كيعجبوني الاشخاص بالاسماء اللي كيعطيو لراسهم. اليوم انت كتقرا في سميتو: العلامه الاوحد ابو عبد الله سيدي محمد بن ابراهيم الدكالي مفتي الحضره الادريسيه، لما امر سيدنا امير المؤمنين المعتني باقامه شعائر الدين ابو الربيع مولانا سليمان العلوي ابقى الله بركته للمسلمين ان يقيد له ما يتضمن الحكم فيما ساله منه بعض فرق النصارى، كيقصد اسبانيا، الذين بيننا وبينهم الهدنه، بيننا وبين اسبانيا كاين هدنه، ان يتخلوا عن 3 ثغور اللي هي سبته ومليليه والجزر اللي حداها مما بايديهم في عدوتنا، مقابل ماذا؟ ان يؤذن لهم في شراء عدد من الخيل من المسلمين لاحتياجهم إليها في قتال من يريد التغلب عليهم من جنسهم دمرهم الله تعالى. يعني اسبانيا باغا شويه ديال الخيل
خلصنا فيهم وتعطينا سبتة ومليلية والجزر اللي حداها مقابل هذيك الثغور ليعمرها المسلمون ويأمنوا أن يأتيهم العدو من قبلها. قيدنا في ذلك بموافقة أصحابنا ما نصح نص الفتوى: إن الواجب في المسألة الاحتياط وتوخي المصلحة الراجحة. لولا اغتنام تلك الثغور المنع الشديد، ومنهم من عبر فيها بالكراهة، يعني يا إما الحكم الشرعي أنه مكروه نسترعوا سبته ومليلية، أو أنه محرم شرعا. علاش؟ لا يباع من الحربيين آلة حرب من سلاح وكراع وسروج وغيرها. كراع هنا كيقصدوا بها الخيل، كراع ديال الخيل، وغيرها مما يقومون به في الحرب من نحاس وخرطي وغيره. وقال أبو الحسن: كانوا في الهدنة أو غيرها، أما الطعام فيجوز بيعه منهم في الهدنة، أما في غير الهدنة فلا. قال سحنون: من أهدى للمشركين سلاحا فقد أشرك في دماء المسلمين. أنا ما صحابش ليه أن الجنود ديال نابليون بونابرت كانوا مسلمين. وقال أبو الحسن: من حمل إليهم الطعام فهو فاسق، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن، ولا يجوز أن نبيع لهم ما يرهبون به المسلمين كالخيل والسلاح والأولياء والحرير والنحاس، ولا يباع لهم من الكسوة إلا ما يقي الحر والبرد ولا يتزينون به في الحر. الحرير ما يتباعش لهم. علاش الحرير؟ الله أعلم. بناء على مدى هذه الفتوى الله أعلم. خلاصة القول أن مولاي سليمان رفض بناء على هذه الفتوى استرجاع سبتة ومليلية والجزر اللي حداها ومعهم البطوات ديال الذهب، لانه حرام. حتى داعش وطالبان كيديروا التجاره مع الكفار بين قوسين. ربما اول مره غتسمع بانك غتسترجعوا سبته ومليليه بدون قتال وغناخذوا مازال فوق منهم الفلوس. فتوى اخرى من نفس هذا بين قوسين العلماء ديال القرويين، مساله اخرى، ان اهل تلمسان ارسلوا البيعه الى مولاي سليمان، يعني يريدون ان تدخل تلمسان كاراضي مغربيه، فرفض بيعتهم بحجه فتوى ديال هاد العلماء نيت ان ناس تلمسان عاطين بيعه اخرى للعثمانيين. كنا سنسترجع تلمسان دون حرب. نازل تلمسان في هذاك الوقت نهار الجمعه كانوا يدعون لسلطان المغرب من المنابر، وهذه من علامات البيعه. كل جمعه كيدعوا ليه ولم يقبل بيعته بداعي انهم عاطين بيعه لمسلمين اخرين اللي هما العثمانيين. نهارش ناس تلمسان بيعوا العثمانيين الله اعلم. والنتيجه ان العثمانيين نهار سمعوا ناس تلمسان يبيعون ملك المغرب ارسلوا جيشهم من الانكشاريين ونكلوا باهل تلمسان ظلما وعدوانا. هاد العلماء بين قوسين ديال القرويين اللي كل واحد السميه ديالو فيها كانت ديال السطوره، طيله حكم مولاي سليمان كانوا يصدرون الفتاوى ما عندهم ما يدار. تخيل يا مؤمن أن علماء القرويين طيلة 20 سنة كل واحد فيهم كتب كتاب كيرد على الآخر. هناك عشرات الكتب في موضوع واحد: هل السكر حلال أم حرام؟ وانتهوا السكر اللي كان المغرب أكبر مصدر ديال السكر في العالم، وأيام السعديين كنا كندخلوا الجبال ديال الذهب من السكر، أصبح موضوع للفتاوى وكتبت فيه عشرات الكتب. ملي كتسمع مكتبة القرويين مكتبة القرويين إلا مشيتي غتلقى الكتب هذه. أصدروا فتاوى بتحريم أتاي، أصدروا فتاوى بتحريم القهوة. نعطيكم غير مثال على هذوك الكتب العجيبة وهذوك الفتاوى العجيبة اللي بقاو الناس 100 عام وما كيقراو عليها. هذا التأليف المبارك في حكم صابون الشرق وشمع البوجي وصندوق النار المجلوب ذلك من بلاد الكفار لعنهم الله، وحكم خياطة أهل الذمة قبحهم الله. هذا السي العالم العلامة جعفر بن دريس الكتاني طيلة 4 سنوات وهو كيدير بحث باش يخرج الكتاب اللي حرم فيه الصابون وحرم الشمع البوجي وحرم صندوق النار. صندوق النار هو الوقيد، ما عرفتش الجيل هذا واش كيعرف شنو هو الوقيد، لي زاليمات المجلوب من بلاد الكفار. وحرم الملابس اللي جايه من اوروبا كلها لا تجوز بها الصلاه لان لمسها الكفار. تخيلوا معايا كاينه فتوى من علماء القرويين تحرم صباغه البيوت باللون الازرق. اذا صبغتي دارك بالازرق فقد خرجت من المله، مجرد انك صبغتي دارك باللون الازرق. كاين جوج ديال الفتاوى تسببوا في مقتل وموت مئات آلاف المغاربة. فتوى تحرم الدواء المستورد من أوروبا. أي دواء ديال أي مرض جاي من أوروبا فهو حرام لأن صوبوا الكفار وقاسوا الكفار بيديهم. وكاينه فتوى ثانية متعلقة بشيء يسمى الكارانتينا. الكارانتينا المقصود بها الحجر الصحي، بالفرنسية كتقال لا كارونتين. كان ملي كيجي باطو من شي بلاد ومشكوك في أمره كيبقى 40 يوم في الميناء، ما يهبط منه حد، ما يركب فيه حد، باش إلا كان شي مرض غادي يبان
وإلا ما كان فيه لا مرض لا والو ممكن النزول. علماء القرويين أفتوا بأن هاد الكارانتينا بدعة وما أنزل الله بها من سلطان. هاد جوج ديال الفتاوى تسببوا في الطاعون اللي هو مرض خطير وفتاك 1802 1810. مات مئات آلاف المغاربة بسبب الطاعون اللي جانا من البحر، لأن حيدوا الكارانتينا ديال الكارونتين، وحتى الدواء باش غنداويو الناس ممنوع يدخل. لمن يظن أن هذا الشيء هذا كان فقط إلى غاية 1820. استمر هذا بين قوسين التخربيق في الفتاوى إلى غاية الخمسينات من القرن الماضي، 150 عام. الشغل الشاغل لهذول الذين يسمون أنفسهم علماء هو تحريم أي شيء وكل شيء. في بداية القرن العشرين، 100 عام من بعد هذا الشيء هذا، هذه فتوى لتحريم الكهرباء حرام. علاش؟ الله اعلم. كاين فتوى لتحريم، يسمي نفسه عالم ريح سنين وهو يبحث ليخرج بكتاب عن تحريم الفونوغراف والفوتوغراف. الفوتوغراف يعني التصوير لاباري فوتو حرام، والفونوغراف هما دوك لي توين ديسك القدام حرام. الصراحه اللي عجبني انا هو هذا العالم العلامه محمد المامون بن الفاضل الشنقيطي في رساله تحت عنوان الاسئله الناظره عن الدابه المنتظره. هذا العالم مشى لقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فهذا الشنقيطي قال لهم أن الدابة التي ستخرج في آخر الزمان واللي هي من علامات الساعة هي السيارة، وبناء عليه فالسيارة حرام. هالشرح حوالي 1910 1912. فرنسا قبل ما تدخل المغرب أرسلت المستشرقين طيلة 80 سنة وهم يكتبون لها التقارير، وعطوها أنهم هم من يتحكمون في عامة الشعب بهذه الفتاوى هذه، فعرفت كيف تستغله واستغلتهم طيلة فترة الاستعمار. للمعلومة هادو هم اللي بايعوا بن عرفة يوم نفي محمد الخامس. نحن نتكلم عن خمسينيات القرن الماضي، 150 عام بعد مولاي سليمان. لا زال نفوذ هاد العلماء أو من يسمون بالعلماء قائم، لدرجة أن استعانت بهم فرنسا لنفي محمد الخامس ومبايعة بن عرفة. شكون اللي بايع بن عرفة؟ علماء القرويين. المغرب الذي كان إمبراطورية وكان مركز تجاري عالمي أصبح هو كوريا الشمالية تحكم بنظم داعش وطالبان. شخصيا أظن أن أهم حاجة تم تحريمها وضيعت المغرب أكثر من كل شيء شفنا هي المطبعة. هاد الأشخاص أفتوا أن المطبعة حرام. 150 عام العالم كله كيطبع الكتوبة وكيقرأ وكيتعلم إلا المغرب. الذي أدخل المطبعة إلى المغرب هي فرنسا طيلة 100 عام، وهاد الناس يفتون بأن المطبعة حرام وأن الكتب يجب أن تكتب باليد. النتيجة أن سنة 1912 من دخلت فرنسا للمغرب 99.99% من الشعب المغربي ما تعرف يقرأ ما تعرف يكتب، وليست هناك كتب أصلا إلا المخطوطة باليد. نعود للمسائل السياسية والتبعات. سنة 1815 معركة واترلو، بريطانيا هزمت نابليون بونابرت وسجنته، وانتهت الحروب في أوروبا وبدأ عاد الاستعمار. أي قوة عظمى بنت لها شي بلاصة في العالم كتمشي تحط العالم ديالها تما وتقول لهم انا هذه ديالي، عوض ما نكونوا حنا عقدنا تحالفات مع اسبانيا ولا مع فرنسا او مع بريطانيا، شرينا العداوه معهم جميعا. وقت اللي كانوا هما في حاله حرب ومحتاجين لينا وحنا عندنا داكشي اللي خاصهم، لو كان عندنا ملك من قبيل سيدي محمد بن عبد الله او المنصور الذهبي او مولاي اسماعيل او يوسف بن تاشفين، غنبيع ليه اللي بغيت بالثمن اللي بغيت انا، لان اللي كيربح في الحرب ماشي اللي كيتحارب هو، انما تاجر الحرب اللي كيبيع لهم هو اللي كيربح. وكان سهل جدا نمشيو عند اسبانيا ولا خذوا الطرف اللي بغينا في امريكا الجنوبيه ونطراسوا مربع تما ونقول لهم هذا محتاجينه، غادي يقولوا لنا خذوه. عوض ما نخرجوا حنا رابحين الفلوس ورابحين مستعمرات جديده، هذوك الناس كملوا الحروب كاملين وهما يدوروا لجهتنا، ولا مشكلتهم شكون فيهم اللي غادي يستعمر المغرب. ها الاخطاء السياسيه هنا كتقول الشخص الخطا في الوقت الخطا في المكان الخطا. تبعات هذيك 20 عام لازلنا ندفع ثمنها الى اليوم. اعطيكم مثال اخر، لما منعوا على التجار ما يبيعوش لاوروبا، ما يمشوش لاوروبا، ما يستوردوش من اوروبا، ما يصدروش لاوروبا، وقف الحال ديالهم، ما بقاو لا تيبيعوا ولا تيشري. كبار الفلاحين كذلك. 20 عام من بعد هذا هو اللي غادي يعطينا المحميين. ماشي كندافع على المحميين، انا درت فيديو خاص عليهم كنشرح لك الاسباب كيفاش توصلنا ان اشخاص تجار اضطروا الى اخذ باسبورات ديال قنصليات اجنبيه للتجاره. ليس دفاعا عنهم، نحن امام وقائع تاريخيه. انت تاجر كبير
وعندك الفلوس وموافقه تبيع للانجليز وتبيع للالمان وتبيع لفرنسا، تحولتي بقدرات قادر الى واحد جالس على كرسي كينشد الدبان. ها كيفاش وصلنا للمحليين، ها كيفاش ضيعنا الفرص، ها كيفاش عوض تكون عندنا مستعمرات في امريكا الشماليه ولا امريكا الجنوبيه، ولا كون قلنا البريطانيين ولا الفرنسيين رحنا بغينا تنزانيا ولا بغينا كينيا ولا بغينا ميناء في اسيا ولا في الفلبين، كون خديناه وغناخذوه بدون حرب، غناخذوه ورقه معاهده فيها جوج كلمات وقعنا هي ولاد ديالك، لانه هو اصلا عندك شي حاجه اللي هو ما خاسر عليها والو، غا مربع في الخريطه. عوض هذا الشيء فقد المغرب ما يفوق 70% من اراضيه. المغرب اليوم هو ثلث اراضي حدودنا الحق بسبب اخطاء مولاي سليمان ومن كانوا يسمون انفسهم علماء الدين، حافظين مفاهيم، والدين منهم براء، لأن القرآن هو والحديث هو وموطأ الإمام مالك هو. هذا الدين هو اللي عطانا المرابطين اللي كانت حدودنا في جنوب فرنسا، وهذا الدين هو اللي عطانا الموحدين، هادو زعما أكثر تشدد من الموحدين كانت حدودنا جهة ليبيا، وهذا الدين هو اللي عطانا السعديين كانت حدودنا في غينيا، وهذا الدين كان يتبعه مولاي إسماعيل وسيدي محمد بن عبد الله فقط 20 عام قبل منهم، وكلنا امبراطوري. دوك الدين بريء من هذه القضيه هذه، لا علاقه للدين بالموضوع. مشكل اشخاص غلط في وقت غلط. هذه الافكار الا جبنا اليوم اكبر عالم متشدد هذاك اللي كيكتب المنشورات ديال داعش ما يقدرش يحرم لنا السكر واتي والقهوه، ومع ذلك حرمه علماء القرويين. نفس هذيك القرويين اللي هي مجرد بنايه نشرت الاسلام في افريقيا كلها، لما كان فيها اشخاص علماء دين، لما اصبح فيها مهرجين دمروا الامبراطوريه ودمروا الدين ودمروا المغرب ودمروا افكار المغرب وتسببوا في قتل مئات الالاف من البشر بهذيك الفتاوى العجيبه ديالهم. بطبيعه الحال الموضوع اكثر تشعبا واكثر تعقيدا من الشيء. نعطينا فقط بعض العناوين، اتمنى نكون جاوبت على بعض من الاسئله اللي كانت كتطرح، وسيكون لي الموضوع هذا بطبيعه الحال. بارطاجي ماكسيموم باش الناس يعرفوا شويه التاريخ ديالهم ويعرفوا هاد الاشخاص وهاد الفتره هذه شنو وقع فيها، كيفاش تحولنا في 20 عام اللي هي لا شيء في تاريخ الدول، من دولة كتلعب البطولة في عصبة الأبطال إلى فرقة من الدرجة الثالثة ولعب على النزول. بارطاجي واللي ما مشترك في القناة يشترك فيها، لأن كاين فيديوهات أخرى بمواضيع أخرى قادمة إن شاء الله. هذا جهدنا والله غالب. تبارك الله عليكم وخليتكم على خير.